السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، انا طريقه البتنجان دي انا شفت شيف عراقي بيعملها فعملتها وطلع طعمها زي العسل. عملتها يوميها اتعشينا بيها، بصوا كانت احلى من الفراخ البانيه. فقلت لا، انا هعملها بقى على الفطار الصبح بدل الفول والفلافل والبتنجان المقلي اللي انتوا عارفينه ده اللي احنا كلنا بنجيبوه وساعات بنعمله في البيت. وهفطرهم النهارده بيها. بس ما تنسوش اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ولايك، وربنا يجعل لكم كله خير وهنا وسعاده. بصوا بقى، جبت معلقتين دقيق، ولو عندك بضايه حطيها، ما عندكيش بضايه خلاص مش مشكله يعني. بس البيض بيخلي لها ايه، بتحسي كده ان انت بتاكلي فراخ بانيه مش بتنجان مقلي. وحطيت الملح والفلفل، وهقلب ميه كده ايه على قد ما هي. انا مش عاوزاها خفيفه قوي، انا عاوزاها تكون تقيله. بس الطريقه دي عجبتني قوي، شيف عراقي عملها، عمل طبق يعني لفت نظري من اول ما بدا يدي البهارات. يعني انا افتكرت هو بيحط المقادير ان هو هيعمل فراخ بانيه او هيعمل قرنبيط. اتفاجأت ان هو بعد ما حط الحاجات دي بقى بتنجانيه كانت فاضله من البتنجان بتاع امبارح اللي انا كنت عامله بيه نفس الوصفه دي، ومسكتها طبعا غسلتها وكنت نقعها في ميه بملح. بس طبعا وانا بمنتج الحته دي اتشالت، بس مش مشكله يا كتاكيت. انا عارفه ان انتوا ايه يعني بتحبوني وهتطنشوا لي الحته دي، لان انا بمنتج بالتليفون صراحه، ما عنديش مكنه، يعني ما عنديش مكنه تصوير. المهم ايه البيض مع معلقتين الدقيق مع الملح مع الفلفل اللي انا حطيتهم وتبلت بيهم. حطيت بقى الزيت كده ايه على البوتاجاز. وصدقوني الاكله دي تنفع تعملي طبق كده تتعشوا او تفطروا الصبح بيه. ساعات ناس كتير قوي تقول لك انا احب اجيب مع الفول والفلافل بتنجان مقلي. طب لو عملت الطريقه دي في البيت اقسم بالله هتدعوا لي، طعمها زي العسل. انا اول ما شفتها الشيف العراقي دي عملتها، بص كنت جايبه كيلو بتنجان عملته كده اتنسف. فبصوا فضلت واحده كبيره كانت في التلاجة، كنت عاوزه اشويها. فقلت لا، انا هقطعها واعملها كده طبق كده في ريح الفطار. وبعتنا الاستاذ بودي يجيب ايه فول وفلافل من المطعم. بصوا مش قادره اقول لكم على حلاوتها. تحسي كده سبحان الله بلاقي البتنجانه طالعه مسكره، مع انها مش حاطه سكر يعني، بس مش عارفه طعمها زي العسل. وبيني وبينكم انا بحب الاكلات العراقيه قوي، يعني ساعات اقعد اشوف الاكلات العراقيه واشوف يعني المطبخ العراقي ده فيه حاجات. انا بحب العراق وبحب المطبخ العراقي وبحب الاكلات العراقيه قوي. بس الاكله دي لفتت نظري قوي من الشيف كان بيعملها، لفتت نظري جامد. ولما عملتها بصوا اتحداكم اللي هتجربها زي مش هتبطل تعملها. طعمها زي العسل، كانك بتاكلي فراخ بانيه بالظبط. اقسم بالله اللي لسه ما فطرتش بتشوف الفيديو الصبح ولسه ما فطروش ممكن تعمليها، او اللي هتشوفوا بقى الظهر او بالليل وعاوزه تعمل اكله كده خفيفه كده تتغمس بالعيش، اعمليها وهتدعي لي. ويا ريت تدعوا لي عشان انا محتاجه الدنيا بحالها تدعي لي. يمكن كده كله خير وهنا وسعاده. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا قلت ايه اطلع اشرحها لكم كده، رغم ان كان جوايا حاجات كتير قوي عايزه اتكلم معاكم يعني، وانا بحب وانا بعمل الاكل كده اتكلم وافضفض لكم. بس النهارده بقى ايه بلاش مجال عشان انا ساعات كل اللي عايزه ما بيبقاش حلو. فقلت لا، انا اقول لكم على فكره البتنجان ده. شايفين؟ مش قادره اقول لكم على الريحه بقى، تحفه تحفه تحفه. تحس كده مع عودين بقى جرجير وعيش بلدي، واحلى فطار احلى فطار احلى فطار احلى فطار. وممكن تاكلوها على العشاء، ممكن تاكلوها على الغدا، بس تعملي كميه. شايفين؟ والله تحسوا كده ومحطوطه في الطبق ان هي فراخ بانيه مش بتنجان مقلي. بصوا وهو سخن كده ما قدرتش اقاوم الريحه. استني جنب مني طبق جرجير على فكره. بصوا يا لهوي على الجمال. احلى طريقه بتنجان. انا عمري في حياتي ما اكلت بتنجان بالحلاوه دي، اقسم لكم بالله طعمه زي العسل. واللي هتجربها هتدعي لي، بس يا ريت تدعوا لي بجد بقى، عشان انا محتاجه الدنيا بحالها تدعي لي صراحه. لان انا يعني انا عاوزه اقول لكم ان انا بضحك الضحكه بس من ورا قلبي، لان انا قلبي موجوع بحاجات كتير قوي. فعاوزه كل اللي يشوف اي فيديو ليا يدعي لي، وتعليق حلو تفتحوا نفسي بيه وترفعوا معنوياتي.
لان انا بصراحه يعني مش عاوزه انكد عليكم في بدايه اليوم اللي هيشوفه الصبح او اللي هيشوفه بالليل الفيديو ده، بس انا بجد محتاجه الدنيا بحالها تدعيلي، محتاجه كل كلمه حلوه تتكتب لي في تعليق هترفع من معنوياتي وهتبسطني شويه، محتاجه الكلمه الطيبه، محتاجه حد يكبر بخاطري بكلمه طيبه، لان الكلمه الطيبه ديت الكلمه الطيبه صدقه، لان ممكن كلمه تجرح بني ادم وتخلي يومه يقفل، وكلمه ترفع من معنوياته، ويومكم كله خير وهنا وسعاده وحب. احلى